ممكن تكون انت مش مقبل على الشراء بس في غيرك مقبل على الشراء، فارجوك المعلومات اللي تستفيد بيها النهارده حاول تنصح بيها غيرك. يعني ركزوا في الكلام اللي انا هقوله، لان انا في حاجات مش هينفع اقولها انت ممكن تستنتجها، ممكن تعرفها، عايز تكتبها في الكومنتات مفيش مشكله، كان مش هينفع اقولها. نفس القصه بتاعت من يومين اما عملنا حلقه على النصب، نفس القصه تقريبا. يمكن الراجل بعت لي بعد ما شاف الحلقه ديت، بس الحلقه اللي من يومين الراجل الميكانيكي ما غلط اللي هو ما خدش فلوسه قدام الشهر العقاري واشترى العربيه وخلصها قدام الشهر العقاري، وكان طبعا في توكيل مزور والقصه دي كلها، بس في غلطه. الراجل بتاع النهارده ده ما غلطش، هو تاجر وعارف هو بيعمل ايه كويس وما غلطش، فعليا ما غلطش. خلينا نعرف الحكايه من الاول عشان نعرف نتفاداها ازاي. تاجر سيارات من دمياط كان عايز يشتري عربيه من على اوليكس، كلم الراجل كان من المنصوره، اتفق معاه، قابله، شاف العربيه، عاينها، الدنيا تمام، واتفقوا اللي هم يسجلوا العربيه وخلاص. فلقى مكالمه تليفون من الراجل قال له انا في المنصوره، تعالى اعمل لك التوكيل في المنصوره. الراجل قال له لا، تعالى اعمل لي التوكيل في دمياط. الراجل ما كانش مستريح له التاجر، ولكن الموضوع عادي خالص. المهم الراجل بتاع المنصوره راح له، اللي هو صاحب العربيه راح له دمياط عند تاجر السيارات، وراحوا وبداوا يعملوا اجراءات توكيل جديد، تمام، وهو بيبيع له من توكيل قبل كده، يبقى العربيه رخصه وبعد كده توكيل وبعد كده ده التوكيل الجديد بقى الثالث. عملوا التوكيل، خد فلوسه 180,000 جنيه ثمن العربيه. بعديها بيوم لغايه كده الامور تمام ومفيش اي مشكله. الثاني ما كانش اتعمل له التوكيل، كان معاه توكيل، خد التوكيل والرخصه، البطاقه والتوكيل كانوا مضروبين. لكن النهارده لا، كل الامور ماشيه لغايه دلوقتي تمام، هو عمل التوكيل بالفعل في الشهر العقاري، يبقى ده تاني توكيل ومفيش اي مشكله. بعديها بيوم ظهر واحد قال له انا صاحب العربيه وبرده بالجي بي اس، بس ده المره دي ايه، تاني يوم، مش زي المره اللي فاتت بعد 3 اسابيع، وقال له العربيه دي متاجره والراجل اللي مأجرها مني مدته خلصت وانا جيت اشوف العربيه بتاعتي. المهم سيبنا بقى من قصه الراجل، ربنا يكون معاه، هو في مشاكل دلوقتي، خلينا في الغلطه. الراجل قال له لا انا عملت توكيل والدنيا تمام وما عنديش اي مشكله. يروح يكشف على صحه التوكيل اللي نقل بيه، التوكيل القديم، راح المنصوره يكشف على التوكيل وبياخد تقريبا شهاده، وهناك اكتشف ان هو التوكيل مزور. الله، هو ينفع توكيل مزور يتنقل بيه او يتعمل بيه توكيل تاني؟ طلع ينفع. هي دي النقطة اللي كانت غريبة واللي أنا قعدت مندهش ليها، ولولا إن في تعليقات من محامين ومستشارين على الفيديو اللي فات بيقولوا نفس الكلام وبيأكدوه، ما كنتش اقتنعت بالحكاية ديت. والراجل ما قالوش يعني ولا طلب مني خدمة ولا طلب مني أي حاجة، ما فيش مش هيستفاد حاجة اللي هو يضحك عليا ويتعب نفسه، وكتب كلام كتير جدا وتناقشنا مع بعض كتير جدا يعني. فالموضوع طلع إن في التوكيل القديم ينفع يتعمل عليه توكيل جديد حتى لو التوكيل القديم مزور. دي حاجة. طيب نحل إزاي المشكلة دي؟ زي ما قال سياده المستشار اللي كان كاتب الكومنت والساده المحامين اللي كتبوا الكومنتات، بتكشف على صحه التوكيل القديم اللي انت هتشتري منه، يعني بتاخده وبتطلع برضه على الشهر العقاري قبل ما تعمل توكيل تاني، لا تكشف على صحته وتتاكد ان التوكيل ده سليم وما فيهوش اي لعب. الموضوع طلع خطير وطلع منتشر، وزي ما قال سياده المستشار الموضوع بدا يدخل في حاجات تانية غير العربيات، بدا يدخل في عقارات وغيره. التكنولوجيا الجديده بدات تخلي الموضوع ده صعب، لكن لو انت كشفت على صحه التوكيل هتقدر تتاكد منه. يبقى كل واحد هيشتري العربيه يكشف على صحه التوكيل القديم اللي جاي له مع العربيه، وطبعا برضو يسلم واستلم قدام الشهر العقاري. ما توقفوش المعلومه دي عندكم، ربنا يحفظكم ويرعاكم ويبعد عنكم كل سوء. اشوفكم بخير، السلام عليكم.